كانت حربا ضروس بسوس لبوس غموس غسوس قفوس. على العموم كان صاحبنا في أحد المتارس بعد أن فقد كل تصالح فإذا به لم يعد إلا لحاله، لم يعد إلا لحاله، والقمر سامر لحاله، صاحبي يجالس لحاله، والقمر سامر لحاله. فكان ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض فإذا به محاصرا هنا وهنا. وكان أعداؤنا ذاك اليوم هم الجيش الصهيوني يمني يحاصره في جبل من الجبال ساطا. فكان ينظر ويفكر ومعه تلفون ريمي. ألا تعرفون تلفون عادي، ولكن أهل اليمن يسمونه تلفونا ريميا. فنظر إلى التلفون ونظر إلى السماء وقال: يا حسين يا حسين 47,000 مرة ولا حد جاوب. لماذا؟ لأنه كان يلبس جزمة سوداء، والجزمة السوداء كما نعرف أنها تفقد النظر وتمحي البقرة وتشكد الذكر برار. نعم. فقال فذكر أن رجله بها جزمة سوداء فخلعها ولبس بيضاء ناصعة البياض من المعرض اشتراها. لا مش من المعرض، هي موجودة جنبه وفي حصان، كيف من المعرض؟ فلبسها فقال: يا حسين، فإذا به يتجلى حسين. قال له: قال: يا من خارجني. فقال له حسين: كيف خارجك؟ قال: خارجني من لي؟ قال له: أمي أي حارب حمار ولا قدوه في أحسن بقعة. فقال: ما هذا بيمينك؟ قال: هذا تلفون الريمي ما بش حتى وحدات. فقال له الحسين: ها فاندلع التلفون وحدات. فقال له: ما بش فيه شحن. فقال له الحسين: ها فإذا به يشتحن. فقال له: ولكنه ريمي ما بش تغضية ولا بشيء. فقال له: ها فإذا به يتحول تلفون الثريا. فقال: وماذا ينفع التلفون؟ قال: اضرب يا حمار. فكان يشتي يفعل حق، لا اضرب وليس اضرب. فقال: ايش اضرب؟ قال: 7. المهم اداله رقم. فاتصل برئيس الجمهورية آنذاك فإذا والجيش قد محمد من كل ربعة واتصل عند الرئيس. فاتصل رئيس الجمهورية وأوقف الحرب في دقيقة ونجا صاحبنا. صلوا على محمد. لا احنا صلوا على آل محمد وبس. اللهم صل على آل محمد. هكذا أسرع وأفضل.
كما جاء في حديث الرغاغ بن الرضاء بن السراء بن الرؤى قال: من اختصرها ووصل إلى الآل، لأن السماوات والأرض والجبال والأنبياء لم يخلقوا إلا للآل، فمن قالها 77 مرة استبادت. نعم، هكذا كما جاء في الحديث. وخلاص إن شاء الله ننتقل بكم إلى حديث آخر من أحاديث الريد بول.